حد طبعا هيرد، وبالشكل ده نمسك طرف الخيط ونعرف البيت واللي في البيت. طب لما يخبط عليهم ويردوا عليه هيقول لهم ايه؟ يقول لهم احنا الجيران اللي جنبكم، وفيه عليل عندنا ودواه عندكم، موصوف له العنب، والعنب في بستانكم، تدوناش عنقود عنب ويبقى كتر خيركم. ده كلام معقول وطلب مقبول. طب يلا على طول. هتغيب يا مرجان؟ مسافة السكة يا مولاي السلطان. مين اللي بيخبط على الباب من غير ما يعمل حساب؟ احنا جيرانكم مش اغراب. الجيران عزوة وأحباب. افتح يا بواب. اتفضل، ادخل يا اللي جاي قصرنا. فين؟ فين؟ أنا هنا. يا ستي يا ستنا، يلي قصرك قدام قصرنا، عندكيش عنقود عنب للعليل اللي عندنا. العنب وصحبة العنب، وكل شيء له سبب. يا عناب، يا عناب. العنب طاب بقى على الطبطاب، جاب امر الجاب. ايه الطلب؟ سبت ذهب وملاه عنب. وجب. سبت دهب للي انوهب، وكل شيء له سبب. حقيقة دي ولا كلام؟ يا سلام، وهي دي حاجة قد المقام؟ عنب وعناب وهدية للأحباب. الله، زي ده الطلب. ده صحيح دهب، سبت دهب. وفيه 3 عناقيد عنب. حاجة ليها العجب. يا عناب، وصلوا لغاية الباب. اتفضل. طب بس أعرف. مش ضروري تعرف، اللي عرفت خطف. يا ستي يا ستنا، يلي قصرك قدام قصرنا، روح للي بعدك وقول له سلامتك، وصلت رسالتك. يا بواب، وصلوا لغاية الباب. ودفعه البواب وأغلق وراءه الباب، فانطلق إلى الديوان وقدم السلة الذهبية إلى السلطان. وعندئذ مولاي